وفي يوم 5 فبراير 1975 ودعت مصر السيدة أم كلثوم إبراهيم إلى مثواها الأخير في جنازة شعبية تعد الأكبر لسيدة مصرية في العصر الحديث. شارك في تشييعها ما يقرب من 2 مليون مشيع طبقا للصحافة. لم يكتفوا بتوديع أهم مطربة مصرية في القرن العشرين وربما في العصر الحديث، بل حملوا نعشها في جنازة مليونية انطلقت من مسجد الحسين واستمرت 5 ساعات ونصف، بدلا من جنازة عسكرية رسمية اللي كان مقرر انها تخرج من مسجد جيركس بشارع صبري أبو علي. جولتنا النهاردة جولة الكاميرا السريعة هي من متحف كوكب الشرق أم كلثوم في المنيل. وأول حاجة هتقابلك في المتحف الصغير هو نظارة ومنديل سومة المشهورين. متحف أم كلثوم تم افتتاحه في عام 2002 وبيضم مقتنيات كوكب الشرق الشخصية اللي تبرعت بيهم أسرتها زي شنطها وأحذيتها، ودي لبيسة حذاء سومة من الفضة. سومة كانت بالفعل سيدة أنيقة وتمتلك ذوق كلاسيكي عالي. الحذاء اللي موجود في النص بفيونكة ده من ديور، الحذاء دوت الفضي ده من دار إيطالي اسمه كريتسوني ريكاردو روما. فساتين أم كلثوم الشهيرة بالألوان ودولت اللي عرفت أوصل لهم. الفستان الأبيض ارتدته أم كلثوم في حفلتها في مهرجان بعلبك الدولي في لبنان يوم 8 يوليو سنة 1970. الفستان دوت أنا معرفتش أوصل هي ظهرت بيه في أي حفلة، بس أنا شاكة إنه هو في حفلة تونس اللي هو الأزرق. الفستان كمان اللي هو الأسود بالأزرق دوت الفصوص الزرقاء معرفتش أوصل ليه، بس هما كاتبين إن هي غنت بيه. فكروني أنهي حفلة، مش كاتبين. الفستان الأسود اللي جنبه أنا مش متأكدة إن دوت نفس الفستان اللي في الصورة أو لأ، بس هي الله يرحمها كان عندها فساتين سودا كتير. والفستان اللي جنبه كان هدية من السفارة الباكستانية لأم كلثوم بعد غنائها أغنية حديث الروح للشاعر الباكستاني المشهور محمد إقبال. الفستان اللي جنبه مكتوب إن هي غنت بيه سيرة الحب، بس أنا مش متأكدة لأن شفته في صورة في حفلة تانية. وده فستان حفلة مسرح الأولمبيا في باريس في يوم 15 نوفمبر 1967. والفستان الأخضر كان هو فستان الحفلة الأولى في مسرح الأولمبيا في باريس في يوم 13 نوفمبر 1967. أشهر حفلتين في تاريخ أم كلثوم بعد النكسة كانوا جزء من مجهودها الحربي العظيم. والجهاز دوت اللي هو التيرن تيبل أو المشغل الاسطوانات القديم ده من ضمن كذا تيرن تيبل أو مشغل اسطوانات عندها في المتحف. عندها مجموعة رهيبة من الراديوهات هتشوفوها بعد كده، ومجموعة تانية من نظارات أم كلثوم الشخصية سواء النظر أو الشمس. ودي ميدالية تذكارية بمناسبة حفلة أم كلثوم في لبنان سنة 70. أم كلثوم الله يرحمها كانت بتعاني من مرض جريفز بسبب الغدة الدرقية. المرض ده بيسبب جحوظ في العين، وعشان كده هي كانت بتلبس نظارة الشمس على طول. ودي مصاحف أم كلثوم من الصدف، شنطتها والقفازات. مفكرات أم كلثوم في الستينات والخمسينات بالمواعيد وكلمات بالإنجليزي ومعناها بالعربي، كان حلو الله يرحمها. وباسبورتات أم كلثوم وكراسة فيها بخط الشاعر الشهير أحمد رامي قصائد وأغاني. يومية تانية لأم كلثوم مع عضوية نادي الطيران. إلى بروش والعود والإعلان لحفلة الأنسة أم كلثوم على مسرح رمسيس يوم 10 يناير الساعة 9. والعود الخشبي وعليه صقر قريش من صانع العود السوري عدنان الحلبي، مكتوب على العود لا يعرف المرء في عصره. وبروش الهلال المكون من 365 فص ألماس حر، وكان هدية من الشيخة منيرة الهلال في الكويت. ورسالة أو إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتكريمها وتقليدها وسام الجمهورية في 18 ديسمبر 1965. ورسالة تهنئة من الرئيس التونسي بورقيبة لسومة بعد عودتها من العمرة. ورسالتين شكر من السيدة الأولى الراحلة جيهان السادات وزوجها الرئيس الراحل أنور السادات في 73 بيشكروا فنانة الشعب أم كلثوم لمجهودها الحربي. ورسالة شكر تانية من رئيس مجلس الوزراء جمال عبد الناصر في 55 للسيدة أم كلثوم. وقرار الملك فاروق في سبتمبر 1944 بإعطائها
وسام الكمال من الدرجة الثالثة، وقرار الأردن بتكريمها بوسام النهضة في سنة 55، وقرار الجمهورية اللبنانية بتقليدها بوسام الأرز في أغسطس 1970، والمملكة المغربية قامت بتقليدها بوسام الكفاءة الفكرية في مارس 1965. مفتاح مدينة طنطا وسام الكمال، وتكريم اتحاد طلبة الكويت، ميدالية أسبوع التسليح وسام الاستحقاق، وسام الأرز. هي أم كلثوم كانت أكتر سيدة مصرية اتكرمت في العالم كله، وده وسام الجمهورية التونسية، غير تكريمات النقابات، وده وسام نجمة الامتياز الباكستاني، وسام الكفاءة الفكرية المغربي، وسام الاستحقاق السوري، ووسام الأرز اللبناني مرة تانية أظن درجة أعلى. أنا أسفة إن الإضاءة والتصوير وحشين جدا، وقلادة النيل على وسام مصري. ونسخة خاصة من قصيدة نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي بخط شيخ الخطاطين في ذلك الوقت السيد عبد القوي في عام 1957. والنسخة الأصلية لكلمات أغنية الحب كده بخط شاعر هبيرم التونسي، واللي غنتها سومة في عام 1959 من ألحان رياض السنباطي. والنسخة الأصلية لكلمات هذه ليلتي من كلمات الشاعر اللبناني جورج جردق في عام 1968 من ألحان محمد عبد الوهاب. وبالحب وحده من كلمات عبد الفتاح مصطفى والحان رياض السنباطي، واتغنت في عام 1962. وسالوا الكؤوس بخط يد أمير الشعراء أحمد شوقي، وغنتها سومة من ألحان رياض السنباطي في 1944. وحيرت قلبي معاك من كلمات وخط أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي، وغنتها سومة في 61. وليلة حب من كلمات وخط أحمد شفيق كامل وتلحين محمد عبد الوهاب في 1972. وانت عمري من كلمات وخط أحمد شفيق كامل وتلحين عبد الوهاب في عام 1964. ورمز تذكاري لمدينة المنصورة لبنت الطمعي الزهيرة في السنبلاوين، وصورة والدها الشيخ والمنشد إبراهيم سيد البلتاجي، وصورة سومة مع أخوها خالد، وأم كلثوم في عام 1944 عندما أصبحت سيدة العصمة. وطبق من النحاس تكريم من رابطة مشجعي الاتحاد السكندري، وجنبه طبق من الجزائر، ومن وراه ليبيا والمغرب. وعقد الإذاعة الأول في 1934. وميكروفون أم كلثوم في الإذاعة المصرية من ماركة RCA. مشغلات اسطوانات وراديوهات أم كلثوم مع اسطواناتها. جهاز سوني ال 3 سيرف أو السيرف 3 موتور لتسجيل الصوتيات، وبروجيكتور ألمو من اليابان. وبكده تنتهي جولتنا السريعة في متحف أم كلثوم. وما تنسوش لو عجبكم المحتوى اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وإلى جولة سريعة جديدة قادمة إن شاء الله.